قالوا عليه بديل للفيلر وبديل لمنتجات كتير، هتوفري فلوسك لو جبتيه. ايفرياث هيرونيك اسيد فيلر جل. انا استعملته شهر وجاي اقولك دلوقتي بعد شهر من الاستعمال مدى الافكت بتاعه وايه الحاجات اللي بيوعد بيها المنتج وفعلا صحيحة ولا لا. صباح الفل عليكم. ايفرياث ده منتج مصري بيقولوا عليه ان هو بديل للفيلر. قالوا انه بيفرد التجاعيد وبيدي نضارة فورية للبشرة. هو عبارة عن هيلورونيك اسيد بديل للفيلر. انا استعملته لمدة شهر. كنت بستعمله مرة في اليوم الصبح. هو فعلا بيدي نضارة فعليا من اول مرة بتستعمليه، بس بتحسي بتأثير في لحظتها وقتها كأنك كده حاطة حاجة كده نورت وشك. انا كنت بحطه على الخدود والشفايف. طبعا هو مش بينفخ زي الفيلر، لكن بتحسي ان جلدك كده فيه حيوية وفيه نضارة، مش بهتان. ملوش تأثير تحت العين، فمفيش داعي ان انتي تهدري المنتج وتحطيه تحت عينك. يعني مش هيفرد لك تجاعيد تحت العين ولا يفتح تحت العين ولا لا. مش هيعمل حاجه تحت العين، فما تحطوهوش، مفيش لزوم تحطيه تحت العين. كفايه قوي الخدود والشفايف. بيقعد معاكي حوالي 6 ساعات. هو مش منتج علاجي، لكن هو يعني لا هيديكي تأثير تفتيح ولا فرد تجاعيد مع الوقت. لا، انا استعملته شهر وهو تأثيره حوالي مثلا 6 ساعات تقريبا. بعد كده خلاص وشك يعني تقريبا بيرجع زي ما كان. بيدي نضارة كده وحيوية، تحسي ان في دموية كده في وشك. زي ما قلت تأثيره لما بتحطيه، بس لو وقفت المنتج او ما حطيتهوش خلاص التأثير ده بيروح. بتحطيه ازاي؟ بتحطيه على بشره منديه. انا كنت برش ميه ورد على وشي وبعد كده بحطه وبعدين بسيبه شويه 10 دقايق وبعد كده بحط المرطب. سعره دلوقتي حوالي 460 تقريبا، حجمه 50 ملي. هو سعره غالي، عشان كده بقولك ما تهدريش المنتج كتير. يا دوبك هو قوامه جل. حطي نقطة كده على صبعك وحطيه على الخدود وعلى حتة على الشفايف. هو ده التأثير اللي هتجيبيه. هيجي معاكي وهيقعد معاكي وقت طويل. يعني انا العبوة دي 50 ملي وانا بخرج كل يوم الصبح. قعدت معايا حوالي، يعني هي لسه فيها شوية، يعني قعدت معايا الشهر ولسه فيها جزء كده شوية، ممكن يغطي معايا اسبوع او 10 ايام كمان. بس كده، اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. اشوفكم على خير فيديو جاي ان شاء الله.